يقول الله عز وجل: يا عبدي، لا تظن أن ما أخذته منك كان حرمانا، بل رحمة بك وحكمة مني، فما منعتك شيئا إلا لأني أعلم أنه سيؤذيك، وما أخرت عنك أمرا إلا لأنه لا يليق بمقامك عندي. قد تبكي اليوم من شدة الوجع، وقد يضيق صدرك بما فقدت، لكن اعلم أن خلف كل ألم حكمة، وخلف كل دمع فرح قادم. فأنا أدبرك بعلمي لا برغبتك، وأختار لك حتى لو لم تفهم الآن اختياري. يا عبدي، لو كشفت لك الغيب لاخترت ما اخترته لك، فاهدأ وارضى، وكن على يقين أن تأخيري لك هو خير، وأن صبرك اليوم سيصنع لك غدا أجمل مما تتمنى. سأمنحك فرحا يغمر قلبك وينسيك كل ما مضى من ألم. سأعوضك بما هو خير وأبقى، وأرفعك درجات بصبرك وثباتك. فاثبت وابتسم، فربك لا ينسى من صبر، ولا يضيع من توكل عليه. وحتى إن سكت القدر عنك اليوم، فغدا سيتكلم بالخير كله لك.